يحكى أن أرض الأناضول لم تكن بوابة عبور شرقية إلى العالم الغربي فحسب، بل كانت غطاء الشرق الأوسط ومفتاح دفاعه الأول. الرئيس الأمريكي دوايت إيزنهاور عبر عن ذلك أيضاً وقال: عندما نتحدث عن الأرض فليس في العالم مكان أهم من الأراضي التركية. في تركيا تنتشر مقولة الجغرافيا قدر، لكن قدر تركيا لم يرسم فقط بفعل العوامل الجغرافية والاستراتيجية التي تتميز بها، بفعل موقعها الفريد الذي يربطها بقارتين ويؤمن لها تفاعلاً استثنائياً مع دول مختلفة، بل كان للنهج السياسي والاقتصادي والجيوستراتيجي قوة أيضاً في تحقيق هذه الأهمية. إذن لماذا تعد الانتخابات التركية الحدث الأهم في عام 2023؟ تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتركيا على أعتاب الاحتفال بالمئوية الأولى لتأسيس الجمهورية، لذلك تحمل هذه الانتخابات بالإضافة لأهميتها الفعلية قدراً من المضامين المعنوية في عيون الأتراك. القيادة التركية بتوليفتها الحالية قدمت تركيا إلى الإقليم والعالم بصورة جديدة وقوية زادت من أهمية أي استحقاق يجري في البلاد، وذلك لتأثيره على العديد من الملفات. ورغم أن الاهتمام بالانتخابات التركية اتخذ منحاً متصاعداً في العالم، لكن انتخابات 2023 مختلفة على جميع الأصعدة. داخلياً تشبه الانتخابات الحالية المصادقة على أكثر من 20 عاماً من حكم العدالة والتنمية، المسيرة التي كانت محفوفة بالعديد من الصعوبات، إلا أنها ضربت في أعماق تركيا وغيرت من هويتها ووصلت بالحزب إلى رأس القمة. ومن البديهي القول إن تحدي البقاء في القمة سيكون أصعب بكثير من تحدي الوصول إليها. تحاول المعارضة التركية استمالة الشارع من خلال بروباغندا التقليل من شأن الإنجازات الكبيرة التي قام بها الحزب الحاكم أو التي يعد بها، بالإضافة إلى استخدام الاقتصاد كورقة ضاغطة تؤثر في الناخب التركي. البرنامج الانتخابي لأحزاب الطاولة السداسية لم يحمل في أي بند من بنوده ملامح حقيقية لخارطة طريق واضحة وتطبيقية. في المقابل، يستمر حزب العدالة والتنمية في التأكيد على صوابية قرار انتخابه من خلال تدشين مشاريع اقتصادية وعسكرية ضخمة على مدار الأيام الماضية. أما خارجياً فالوضع ليس أقل تعقيداً من حسابات الداخل، خارطة سياسية واستراتيجية متغيرة، تحالفات تعود وأخرى تقاوم التفكك، خطوط سياسية متشابكة دفعت بالحكومة التركية إلى تغيير مسارها بالقدر الذي يسمح لها بالمناورة والحفاظ على التوازنات. الرئيس أردوغان فهم جيداً كيف تصنع السياسة الخارجية وأصبح من منظريها أيضاً، ويمكن أن نقول أن حزب العدالة والتنمية نجح في وضع خطوات ثورية في سياسة تركيا الخارجية. هذه السياسات حولتها إلى مركز مهم من مراكز الدبلوماسية العالمية ولاعب استراتيجي يمتلك أدواته الحيوية ونقاط قوة سياسية واقتصادية وعسكرية. وقد أثبتت تركيا من خلال عدة ملفات كملف غاز شرقي المتوسط وحرب روسيا على أوكرانيا قوة دبلوماسيتها ونجاح استراتيجيتها الخارجية. هذه العوامل تفرض أهميتها على انتخابات 2023 وتحدد مستقبل تركيا على الصعيد الخارجي. فإما أن تستمر أنقرة بنهجها المستقل في انتهاج سياستها الخارجية، أو أن تعود مع أحزاب المعارضة إلى مربع السياسة الأول، مع احتمالية الانكفاء على الذات والتوجه الكلي نحو الغرب.